بوسني عم باسني. زي ما شفتوا كده، هي اللي طلبت مش هو اللي جري، وبلسانها اعترفت وقالت القبلة كانت عفوية وقلت له بوسني فبسني، وكان كل ده بدون ترتيب. وقالت كمان لا يمكن ننكر ان شخصية عمرو دياب مميزة وملهمة ومثيرة للقيل والقال مهما عمل. فده يبين ان الضجة اللي حصلت على صورة عمرو دياب والممثلة اللبنانية داليدا خليل طلعت ترند من ولا شيء، بس كل ده عشان اكيد الصورة فيها عمرو دياب. الناس ربطت بين الصورة دي وعلاقة عمرو دياب بدينا الشربيني اللي قعدت بينهم سنين، وكانت العلاقة دي معروفة قدام الكل، والناس طبعا ما كانتش سايباهم برضه في حالهم. ولا نسيتوا لما كان بيغني لها والله بحبك موت واحب برج الحوت، والله بحبك موت واحب برج الحوت، وكلنا قلنا ده بيغنيها لدينا الشربيني، وهي السبب في حالة السعادة اللي كان بيعيشها عمرو دياب